السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه دي اس ان دي زاد. ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. جمعه مباركه للجميع خاوتي. مع اقتراب عيد الاضحى خاوتي، اللي الموضوع تاع اليوم اللي نجي نحكيو عليه موضوع يسمى راهو شاغل الراي العام بزاف تاع اضاحي العيد، وسيرتو كيفاش هذه تاع رومانيا. كم تعرفوا حد الان يسمى ناس ماركا ونورمالمون اوكي، واللي ميساج مازال ما لحقوهمش. ما فهمتش انا كيفاش هو دوك كيفاش دوك يكفي وما يكفيوش. والكارثه الكبيره انه كيفاش هذوك لقاو يسمى لقاو في واحد بلاصه اخرى لقاو ناس يسرقوا فيهم وكاين اللي مدوا فيهم بالمعرفه. ودوك الحاجه الكبيره ايضا انه قال لك حتى هذه كيفاش المستورده هذه الاخرى راهي تهرب. هذه السما هذه كي تكون كاينه منها خاوتي السما هذه راهي كارثه. اذا عاد دعم هذا اللي باش يجي المواطن بعد داكشي يولي الناس ماركين في الميساج ومع داكشي كيفاش تاعهم ما يلقاهمش، مع داكشي تلقاه مع الباليش انايا في سوسه ولا تلقاه في جندوبه كما يقولوا هما ما تصلحش. دونك نخليكم تشوفوا الفيديو هذايا تاع التوانسي بعد اللي حكاو جبدوا الموضوع هذا مواها نعلقوا عليها. شوفوا معنا خاوتي الفيديو هذايا. أثار جدل تصريح لرئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان في وسائل الإعلام، وأثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه ما كانش واضح بالكيفية اللازمة. الحديث كان على الريزو سوسيو، حتى في بعض الميديا تحدثوا على أنه فما لحوم رومانية تهربت لتونس. طريقة التهريب كيفاش صارت؟ معناتها لأنه مباشرة من رومانيا جت لتونس، كيفاش ولا تعدت من الجزائر كميات كبيرة مش كبيرة، وأي خطر اليوم في الموضوع هذا نحكي في الموضوع التفاصيل تسويت. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان السيد حسن الجربوعي، مساء النور، أهلا وسهلا مرحبا بك. مساء الفل والياسمين، وتحية من خلالك لكل مستمعي إذاعة ديوان اف ام. شكرا مرحبا. تهريب لحوم رومانية من الجزائر إلى تونس، هذا هو الصحيح، مش تهريب لحوم رومانية لتونس مباشرة. شوف، فيما يخص اللحوم والأضاحي، إذا كانت الدولة التونسية اليوم تحترم شعبها، تحترم القوانين الموجودة، يجب محاسبة كل مسؤول تخلى على مسؤولياته ولعب بقوت التوانسة. اليوم حكينا عنه 3 سنين في مجلس نواب الشعب، حكينا على الموضوع نتاع اللحوم ونتاع الأضاحي وكيفية إعادة هيكلة القطيع ودعم فلاحك واستورد لحوم خلي الشعب ياكل. لو وزارة التجارة توجهت وجابت لحوم بال5% بريفيليج تعطي للمستثمرين باش يجيبوا اللحم، باش التونسي يلقى ما ياكل وكيلو اللحم يوصل ب 38 دينار، لا ما نجيبوش. كي تسال مع مدير عام يقول لك عمله صعبه ما ليناهاش، كي نجيبوا في الكراهب وكي نجيبوا في المكياج والبارفان ونجيبوا في القلوب من تركيا. ما شفناش العمله الصعبه، شفنا العمله الصعبه وقفنا كل شيء على قوت التوانسه. اليوم كيف ما مشيناش وجبنا على الاقل ما يستهلك التونسي في رمضان وفي العيد. اليوم الكارثه اللي وصلنا لها اللي فما اللحم داخل من الجزائر. الجزائر ايش عملت؟ الجزائر مشات جابت ما يقارب 1,000,000 اضحيه، وجابت ما يقارب عشرات الكونتينرات من اللحم لشعبها. اللي قاعد يصير في تونس اليوم ثم لحوم قاعده داخله من الجزائر اللي هو اللحم روماني اخذته الجزائر لشعبها. ما نعرفوا احنا كنتريه توا يهربوا كل شيء. ثم لحوم ماهيش نسبه كبيره، لكن ثم نسبه. احنا ما يسرق عظمه يسرق جمل. فما نسبه نتاع اللحم قاعده داخله من الجزائر يهربوا فيها مواطنين في كراهبهم، وفما نسبه كيف يهربوا فيها كنتريه. يهربوا فيها للاستهلاك ولا للتوزيع؟ للاستهلاك. هذه المشكله وين؟ اللي اليوم كي دوله وزاره ما خدمتش على الشعب وما جابتش اللحم وما طبقتش القانون في حد ذاته، اللي فما اوامر وقوانين تسمح باش تجيب اللحم ما جبناهش بتعلة عمله صعبه. واليوم هذه هي المسؤوليه الفاشله. اليوم كطبيب يعمل خطا طبي يتحاسب ونجم يدخل حتى الحبس. اذا كان المسؤولين هذوما يلعبوا بقوت التوانسه ويلعبوا بصحه التونسي، مده شهر ثم حليب تسيب في تونس، حليب ما هو صحي، وتلمدت وتغطى على الموضوع وتعدى على روحه وما تجبدش. ثم وصلنا لمرحله ايش معناتها حليب بتوزع في تونس؟ هذه موجوده، هذه حليب موجوده. مهرب شنية وضعيته؟ لا ثم حليب عن طريق حتى الهيئه، ثم حليب غير صحي وصل للسوق التونسيه من شركات تونسيه ومعروفه. وتلم الموضوع وتعدى وما ناقشناش فيه، ولليوم ما فمش حتى تحقيق فيه وما فمش حتى الزاميه الناس اللي اخطات. الهيئه قالت التحاليل اثبتت سلامه الكميات الموزعه، وفما معناتها لو تم سحبه في الموضوع هذا. اللول تسحب، علاش تسحب اذا كان الحليب معناتها اموره صحيه؟ علاش تم سحب الحليب من عديد العطاره والسيبارات؟ علاش تسحب اذا كان الحليب اموره مريقله؟ هذه هي نقاط الاستفهام المطروحه. ثم مره نوعيه نتاع ابقار مريضه بالسل في البطورات التونسيه وطفوا عليها الضوء يلموا فيها من غادي الغاد. اليوم راك قاعد تلعب بمصلحه شعبك وقاعد تلعب بصحه شعبك، وقاعدين نلعبوا بوضعيه كارثيه. انت كي ترى نسبه نتاع الناس اللي مرضى بالكونسير في تونس شنو هي الاسباب؟
اليوم ثم معطيات مغالطه، كي نحكيو على الاضاحي وحكينا على اللحم وحكينا كيفاش لازمك تقف مع شعبك وتدعمه بزوز طرق لا ثالثه لهما. الطريقه الاولى كيفاش تجورد لحوم وامور صحيه عن طريق بياطره تونسيه وعن طريق الشؤون الدينيه، وتجيب اللحم للشعب التونسي كي يغير من الدول المجاوره على غير الجزائر، خلي الشعب ياكل اللحم العلوش على الاقل في العيد للعيد. ما جبناهش، اليوم قاعدين نخدموا في النوار. اليوم فما ناس قاعده تدخل في اللحم الجزائر، لكن الطريقه كيفاش قاعد يدخل بها راهو شيء حشم. اذا كان وصلنا مانيش نحكي على علوش اليوم نهربوا فيه من الجزائر، هما تجار معناتها قاعدين يهربوا في التجار غير رسميين. كبيره برشا، النسبه ماهيش كبيره برشا، والا مواطنين مشاو للجزائر شاو اللحم جابوه باش ياكلوه هما. ما حبيت نفهم الوضع. لا ثم بعض المواطنين ما همش الاكل للبيع، ثم بعض المواطنين قاعده تدخل وفما لحوم قاعدين يدخلوا فيها حتى الجزيريه وقاعده تدخل عن طريق الحدود وقاعده توصل للجزاره وتتباع للمستهلك التونسي. الاشكال مش في كيفيه دخوله، الاشكال ما سلامه اللحوم اللي مش تاكلوها. حتى كي نحكيو على 20 زقيطه ولا ان شاء الله حتى 10 ولا ان شاء الله حتى 5، في الاخر مش ياكلها مواطن تونسي، ينظرها سليم ولا مش سليم. المشكل الاخر علاش الجزائر لقات حلول وتوجهت ووردت، علاش الجزائر لقات حلول ومشات في ترقيم قطيعه وتبني في استراتيجيه مبنيه على مرحليه. احنا وين من هذا الكل؟ وزاره التجاره ووزاره الفلاحه وين؟ المسؤولين اللي قاعدين اليوم يا اخي ما يسالهم حد، يا اخي ما يتحكموش، يا اخي ما يسالهمش شنو هي استراتيجيتك، يا اخي معقول اليوم كي تخرج ترى البؤس في الشعب التونسي؟ يا اخي الناس المسؤولين قاعدين يخرجوا ويشوفوا في الشارع عباد صغار همها الوحيد علوش العيد وكيلو اللحم كيفاش يعدي العيد. يا اخي نورمال اليوم البلاد هذه قاعده تمشي بالطريقه هذه. يا اخي شفتوا الفيديو كوظيفه تشريعيه، سامحني مدام هدى، وكوظيفه رقابيه عندنا 3 سنين واحنا نحكيو في المجلس وننددوا ونعطيو الاشكاليات ونعطيو الحلول. هاو كيفاش تصلح، هاو كيفاش تبني، هاو كيفاش تصلح بلادك. لكن للاسف اليوم ثم ناس ضد الاصلاح، ثم ناس قاعده تتمعش بالوضع اللي عايشه به البلاد اليوم. ثم مسؤولين احنا عدينا في البلاد هذه ما بعد الثوره 10 سنين نقابه تبرك في البلاد. فوالا كيما سمعتوا خاوتي، هذه تسمى لهنا يحكيو مش يحكيو برك على الكباش، تسمى الكباش هذيك اللي يديو فيها، يحكيو حتى على اللحوم هذيك. تعرفوا الجزائر تستورد اللحوم هذيك، يستوردوا ماشي ما يستوردوا من البرازيل الاسبان اللحوم هذيك كيما نقولوا حنا كونجلي، مش كونجلي عندها الطريقه تاعها كيما شفتوهم كيفاش يجيو. على كل حال هذوك ثاني قال لك يهربوا فيهم ومن بعدكش نلقاو ندوا هنا في الاسواق. انا مانيش نحكي كيما يحكيو هما، كاين مواطنين هذوك التوانسه اللي يدخل لهنا يشري يقضي القضيه نتاعو، معاه شرا بدون زيت، شرا كيلو لحم ولا 2 كيلو لحم وشرا خضره وكذا ودخل، هذاك عادي. انا بويسك هذوك نعتبر اسمه مواطن جزائري وكذا. اما نهضرنا على هذوك جماعه المهربين هذوك اللي تولي فيها تجاره. الاخر انا هذا كان يقول لك على خاوتنا وما كانش فرق بيناتنا، خلاص يشربوا يدي ما كانش مشكل. اما التهريب باش يوليو يجيبوا اوس اغنام لهنا يولي يهربوهم على الحدود، باش هو كي يهربوهم ماهوش راح يستفاد المواطن التونسي باش يدير في باله كلها، او يهربوا منا زعما الحمل لهنا هذاك المستورد يتباع كيما نقولوا 100 ولا 120 ولا هو يهربوا يبيعوه، هي تلقاه يوصل المواطن التونسي بسومه غاليه. اسمه موش زعما مستفاد، شكون اللي مستفاد منهم؟ من جماعه التهريب. هذا جماعه التهريب كيما كنتوا تشوفوا الفيديو ماهوش يحكيوا على اللحوم برك، على السكر، على حوايج، على ولا يبروفيتيو حتى هما في الشعب التونسي. نهضر لك المهربين من جهه الجزائر ولا من جهه تونس. لازم الدوله في الامر هذايا، في الامر هذا تاع الحدود الثاني مع تونس لازم تكون شويه رقابه. المواطنين انا والله ماني ضدهم، اسمه يدخلوا يدي قضيته نورمال. اما باش المهرب هذاك باش الفائده تولي ترجع لواحد فريد، ماهيش الفائده للشعب التونسي، بيسك انا كي يقول الشعب التونسي اهلا وسهلا ما كانش مشكل. اما بصح باش ترجع للمهربين هذوك هما اللي يديو في الفائده هذه كامل على ظهر الشعب الجزائري وعلى الشعب التونسي، انا هذا راني ضدها والله اعلم. وممكن نتوما كل واحد اللي عنده راي واحده اخرى يخلوه هنا في التعليقات من الاخر. ليسونسيال خاوتي ما نطولوش عليكم بزاف، خليونا نراكم الموضوع، ديونا جيم فيديو، بارطاجي ماكسيموم خاوتي باش الناس تعرف الحقيقه، واللي مش مشترك في القناه هذه يشترك. سلام خاوتي.